الكاطو اللي راه داير حاله هذا العيد وداير ضجه في كامل المواقع، اللي هو حلوه الهليلات بالشوكولا. هذه الوصفه اللي ما جربتهاش راهي مراتيه، واحد البنه واحد القهوه ما نحكي لكمش، وزيد تجي لاباط تهبل، وابدا الشكل تاعها ما يتبدلش في الفور. اول حاجه هنا عندي 125 غرام مارغرين، عندي مورسيخ كلاص وحبه تاع بيض مع رشه لافاني ورشه ملح. ندرب كل شيء، من بعدها راح نزيد ملعقتين تاع الزيت هكا باش نتحصلوا العجينه تكون بزاف ناجحه وميم طون في الفور ما تتخلطش. هنا عندي موف مايزينا موف كاكاو تاع الجزائر، نوعيه تاعه ما شاء الله. من بعدها نخلط كل شيء، في الاخر تبقى لنا غير نجمعها بالفرينه، ولازم تحصلوا العجينه تكون طريه. من بعدها هنا راح نجيب هاد الليمون اللي هم دايرين حاله، هاد المول تاع الهلال. دركا شوفوا الشيرات راح تعمروا لاباط تاعكم عادي، ومن بعدها راح تجيبي بورصه وكيما هكا مول واحد اخر وتضغطوا على الحبه باش الحبه تاعكم تخرج مفينيه كيما هكا. كاش ما يكون زايد ولا اقلعوه. من بعدها نكملوا كاع الكميه اللي هي عندنا، نتقبوهم وندخلوهم يطيبوا. اما بالنسبه للحشو مقرمش، فانا عندي كميه من الفايتين وراح نلمها بالشوكولاته تختيني. الا بغيتو تاني بنه اكثر ضيفوا لها لوز محمص ولا قرقاع، سينو نديرو ميلونج ما بين شويه لوز شويه كوكاو فاصون اللي تبغوا نحشوهم. اما الجهه الزوجه كنت حشيتها بشوكولاته اختيني هذيك تاع البيو، تنجموا ديروا كيندر بوينو وديروا كراميل كيما تبغوا. لصقوا حبه فوق حبه وندخلوهم للمجمد يبردوا شويه، في نفس الوقت ذوبوا الشوكولا تاعكم اولي قلاصوهم. شوفوا الحبه تاعكم كيفاش تخرج، الله يبارك، جربوا لي الوصفه.